ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا. كل سنه وانتم طيبين. بدأ موسم باك تو سكول، بدأنا المدرسه وبدأنا الدروس وبقينا بنجري ليل ونهار زي ما احنا متعودين كل سنه، فمحتاجين كمان ان احنا نعمل غدا سريع واكلات ما توقفناش كتير في المطبخ. انا عندي ابني الصغير هو اللي دخل، الكبير لسه بكره ان شاء الله. يلا بينا كده نعمل الغدا ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده غدا كله كده في صينيه واحده، هيدخل الفرن وهيطلع معاكي احلى غدا ان شاء الله. طب ما يلا نشوف احنا عملنا الصينيه دي ازاي. يلا بينا على الفيديو. يلا بقى، بس ما تنسوش كده تعملوا لي لايك للفيديو عشان ان شاء الله هيعجبكم. في حله على النار كده حطيت قطعه سمنه وشويه زيت معاها عشان ما تتحرقش. انا ما كنتش مخططه انا هعمل اكل ايه بالظبط، فرحت مطلعه بقى. ما طلعت في دماغي الاكله دي طلعت فراخ، طبعا هي لسه متجمده وانا مستعجله فحطيتها على طول في السمنه والزيت. هنا فضلت معاها كده واحده واحده لغايه ما بدات تفك، خدت لون حاجه بسيطه اهو. كان معاها حتى كبده وانثى. وهبدا بقى ايه اتبل. حطيت شويه بهارات، دول بابريكا. كميه البهارات اللي هحطها هنا مش كتيره. تمام. هحط ايه بقى؟ هحط بابريكا، هحط شويه كمون، هحط توم باودر وبصل باودر. هحط كمان ممكن شويه كزبره صغيرين وملح وفلفل. انا بفتكر معاكم هو ايه وانا بمنتج انا حطيت ايه بالظبط. يبقى حطيت بابريكا، كمون، كزبره، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر. وهحط كمان حطيت كمان 7 بهارات، رشه صغيره كده من ال7 بهارات. كمان تقدري تزودي هنا كمان ايه رشه بهارات فراخ. خلاص اهو دي كده البهارات اللي انا حطيتها. وطبعا هحط لسه ايه الملح والفلفل زي ما قلت لكم. هبدأ بقى اشوح الفراخ عشان انا عايزاها تاخد لون من الناحيتين، مش بتستوي لسه، احنا بس بنشوح عشان ناخد اللون. لو حسيتي ان البهارات لزقت على ناحية الفراخ اللي احنا حطينا عليها تقدري تحطي رشات بسيطة على ورق، بس هي بتتبل كلها كده ايه ما بتنزل بقى في السمنة والزيت وكده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده بدأت انها تاخد ايه لون. هنا بقى هعمل ايه؟ هنا لازم استخدم مرق الدجاج في الوصفة الأساسية في الأكلة دي. بس المفروض استخدم 4 مكعبات مرق الدجاج، بس انا مش هستخدم الكمية دي كلها، انا يدوب هكتفي ب2. هبدأ ان انا بس كده افتفتهم بايديا شوية قبل ما احطهم، عشان انا عايزة برضو الفراخ تتطعم منها. طبعا تاخدي بالك من الملح، طالما هنحط مرقة تاخدي بالك من كمية الملح. انا هنا ما حطيتش ملح كتير عشان عارفة ان انا هحط مرقة. بعد ما حطيت كده ضفت بقى مية مغلية على الفراخ زي ما احنا شايفين كده، ولازم ميه مغليه عشان بقى ايه التشويح وبتاع، وترجعي تحطي ميه ساقعه هتوقفي السوا. انما لما تضيفي ميه مغليه خلاص هتبدا تستوي على طول. هغطي الحله كده وهسيبها تاخد وتدي كده مع بعض. انا عايزاها 3/4 سوا. يلا بقى في حله تانية على النار على طول على ما الفراخ تدخل في السوا. حله تانية حطيت فيها شويه زيت. احنا هنعمل كله في صينيه واحده زي ما احنا متعودين، زي ما انا قلت لك قصدي. بس ايه بس يعني بنحضر بس. بصلة مبشورة، بصلة كبيرة كده حلوة مبشورة، وحطيتها مع الزيت. حطيت عليها رشة ملح، رشة فلفل. وهبدأ ان انا اشوح البصلة في الزيت عشان تدبل اهو. طبعا كل ما البصل يبقى مبشور او متقطع صغير قوي كل ما بيبقى احلى في الاكل. هضيف بقى هنا برضو ايه شوية بهارات فراخ، عشان كده كنت بقولك هناك كمية التوابل تبقى قليلة. هنا حطيت شوية بهارات فراخ. تمام. وهكمل تشويح البصلة، بدأت تدبل معايا اهي. لما بنحط رشة الملح والفلفل الصغيرين دول في الاول بيساعدوا ان البصلة تدبل بسرعة. تعالوا كده على ما البصلة تدبل نبص على الفراخ اخبارها ايه. بصوا لون الشوربة عاملة ازاي. هسيبها بقى زي ما بقولك برضو تدخل كده ايه في 3/4 سوا. بصوا لون الشوربة. يلا نرجع للبصلة. خلاص اهي بدأت انها تدبل معايا.
بصوا اصل الوصفة دي برضو بالرز المصري البلدي بتاعنا العادي، بس انا النهاردة عملتها بالبسمتي، بس هي اصلها بالرز البلدي العادي، فعادي اعمليها بالرز البلدي مفيش مشكلة. خلاص انا اهو ضفت بقى الرز البسمتي اللي عندي، يعني انا على طول بعملها بالرز العادي، النهارده بس اللي غيرت وقلت اعملها بالبسمتي. حطيت الرز البسمتي على البصلة وهبدأ بقى اقلب الرز مع البصلة، تقعدي بقى تقلبي كده شوية حلوين عشان انا عايزة الرز ياخد اللون البني بتاع البصلة اهو. بصوا فهبدأ كده بقى اقلب، تفضلي بقى تقلبي فيها لغاية ما تحسي ان الرز بدأ يغمق واخد الدرجة البني بتاعة البصل. الاكلة دي حلوة وسهلة. معلش جالي تليفون، نرجع بقى نشوف كنا بنعمل ايه. هنبدأ بقى، بقولك هنفضل كده نشوح لغاية ما تاخدي اللون البني اللي انتي عايزاه. خلاص انا كده خدت الدرجة اللي انا عايزاها. خلاص جبت بقى صينية وحطيت فيها الرز، هبدأ بقى احط عليها زبيب. احنا بنحب الزبيب كتير شوية في الرز، فعشان كده هتلاقيني مزوداه شوية. خلاص من غير ما احمصه ومن غير اي حاجة خالص، انا بحطه هنا في الوصفة دي ني عادي على طول اهو. تمام، بعد كده بقى ايه، هبدأ احط الفراخ اهو. الفراخ كده بحطها فوق الرز والزبيب. خلاص بعد كده بقى الشوربة اللي احنا كنا مسويين فيها الفراخ، شوفي الاول الحدق بتاعها، طبعا في الغالب طبعا بتطلع مظبوطة عشان حاطين مرقة وحاطين ملح، بس ايه شوفيه برضو. وهبدأ اضيف كده من الشوربة فوق الطاجن بتاعي ده. تقدري تعمليها في طاجن كبير، لو عندك طاجن كبير تقدري تعمليها، بس يعني ايه انا عملتها في صينية. بتغطي الرز بمقدار الشوربة عادي بقى زي ما احنا متعودين. وادي شكلها اهو، هاخدها بقى وادخلها الفرن. الرز يتشرب، هتبداي تحسي بقى ايه اللي هو خلاص دخل في السوا، تتابعيه بقى. في طاسة بقى تانية تعالوا كده هنحمر شوية مكسرات لو عندك، طبعا انا كان باقي عندي شوية من رمضان فهستغلهم بقى في الاكلة دي. ده لوز وبندق، شوية زيت كده، وهبدأ اللي انا ايه احمرهم فيها. عايزه اقول لك يعني التكه دي يعني ايه زياده مش في الاكله، طبعا ممكن تستغني عنها عادي، انا في معظم الوقت بعملها من غيرهم يعني. هو الاساسي فيها شويه الزبيب، وضفت كمان هنا شويه زبيب مع المكسرات. طب اعرف ازاي المكسرات كده خلاص المفروض تطلع؟ اول ما تلاقي الزبيب بدأ يتنفخ شويه خلاص تعرفي اللي هو كده خلاص، وما ينفعش تسيبي المكسرات على النار اكتر من كده اهو. بصوا هتلاقوا الزبيب اهو بدأ حجمه يتغير، فهبدأ على طول ان انا اطلع المكسرات بقى في المرحلة دي. طبعا ايدي بتبقى فيها على طول بقلب ما بسيبهاش اهو. هبدأ بقى اطلعها كده من الزيت وتبقى جاهزة معايا لما الاكلة تخلص ازين بيها الطبق او الطاجن، يعني زي ما احنا بقى عايزين. اكلة سهلة ولذيذة وجديدة ومش بتاخد وقت، وهتنجزك جدا ايام الدراسة. ادي الرز معايا، طاجن الرز اهو استوى زي ما انتوا شايفين كده وطلع. عايزه تدي الفراخ لون تاني اكتر شويه، ممكن بقى تفتحي الشوايه بعد الرز ما استوى، بس عشان الرز ما ينشفش يعني، فهو كده انا شايفاه كفايه قوي. ادي اهو شكله معايا، بصوا فعلا اكله حلوه جدا. كل اللي هعمله بقى خلاص، انا مش هعمل حاجه اكتر من كده غير اني هبدا ازين الطبق بتاعي بالمكسرات اللي احنا حمرناها اهو. بصوا هبدا احطها كده على وش الصينيه بتاعتي، وكده يبقى عملتي الغدا. ممكن بقى تعملي جنبه طبق سلطة، طبق خضار مثلا بالمايونيز، سلطة بطاطس، اي حاجة جنبه بتنفع. بس يعني ممكن تعملي طبق سلطة بحيث ايه يبقى القيمة بقى الغذائية، طبق كده قيمته الغذائية كاملة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبك، ولو عجبك متنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وباي باي.